بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، ما ترك شيئا يقرب الناس إلى ربهم ويدخلهم الجنة إلا أمرهم ودعاهم إليه، ولا شيئا يباعدهم عن الله ويدخلهم النار إلا حذرهم عنه. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم الأسبوعي معا ننهض، وتحت عنوان حلقة اليوم مسارات الإصلاح والتجديد الجزء الرابع. تحدثنا في الحلقات الماضية عن مسارات الإصلاح التي سلكت في إطار الدولة الإسلامية، الدولة العثمانية تحديدا، وفي عهد السلطان عبد الحميد. ثم دلفنا بعد ذلك ودخلنا إلى أن هذه الإصلاحات لم ترق للكثير من كانوا في الداخل يعملون لتقويض الدولة والخروج على الولاية العامة للدولة، وموالاة كذلك الخارج في مفاهيمه وأطروحاته ومعالجاته. وبالتالي على كل دخلنا في لحظات التغيير التي تمت على السلطان عبد الحميد، وذكرنا بأن واحدة من القضايا الكبيرة جدا التي كانت خطرة في محاولة عزل السلطان عبد الحميد هي محاولة توظيف المؤسسة الدينية والاستفادة منها في خلع السلطان وعزله. وهذا يبين بشكل أو آخر إلى أي مدى كان قوة الخلافة وسلطانها على قلوب المسلمين، وأن الأمر كان بالنسبة لهم أمرا دينيا، وما كان الناس يتقبلون أصلا فكرة غير هذه الفكرة، ولم يعرف المسلمون عبر تاريخهم نظام غير هذا النظام. وبالتالي تم الاستفادة على كل من مسألة مفتي الإسلام أو المفتي العام في ذلك الوقت لديار المسلمين في الدولة العثمانية، واستصدرت من خلاله فتوى، ومرت هذه الفتوى على المجلس المبعوثان، وهو أشبه بالمجلس النيابي أو البرلمان العام في الدولة، ومن خلاله تم عزل السلطان عبد الحميد. بعد أن صدر القرار بعزل السلطان، كلفت لجنة وكانت معظمها من الاتحاد والترقي، باعتباره كان في ذلك الوقت الاتجاه الذي يسيطر على مفاصل الحكم ومفاصل الدولة، ويسيطر كذلك على النخبة العسكرية والمدنية والسياسية. فشكلوا مجموعة من الأفراد، تقريبا 4 أو 5 أشخاص، ليبلغوا السلطان عبد الحميد بقرار العزل. وكان في هؤلاء يعني من الغرائب جدا أنهم تقريبا 4، ولما تنظر إلى هؤلاء فيهم مثلا واحد من اليهود الذين استضافتهم الدولة المسلمة، في اللي هو بعد يهود أصول إسبانية، ونعرف نحن بعد أن حصلت المجازر للمسلمين واليهود على حد سواء في إسبانيا والأندلس تحديدا، خرج هؤلاء اليهود إلى ديار الإسلام في المغرب العربي والمشرق كذلك، وكانوا يعيشون جزء من هذه الأمة في مفهومها العام. ولكن للأسف الشديد اليهود دائما، وهذه طبيعتهم، كلما
يعني وجدوا فرصة لإيقاد نار وتقويض بنيان الأمة إلا وسلكوه كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ويقول الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهم على كل كانوا جزء من لجنة العزل، واللجنة التي أبلغت السلطان عبد الحميد، وكأنما وجود واحد من اليهود في داخل هذه اللجنة كانت أيضا رسالة للسلطان عبد الحميد في أن والله رفضه لقضية وجود وطن قومي لليهود في فلسطين، وعدم قبوله بالرشوة المالية التي قدمت له من الكيان الصهيوني والقيادة الصهيونية في ذلك الوقت. فأرادوا أن يذلوا السلطان عبد الحميد، فبعثت على كل الاتحاد والترقي واحد من هؤلاء الأربعة، واحد منهم من اليهود، وواحد آخر من الأرمن، وواحد ثالث من الألبان، والرابع تقريبا من العراق. لو لاحظنا إلى تركيبة اللجنة واضح فيها بأن حجم التغلغل والسيطرة لغير المسلمين في تلك اللحظة لدرجة أنهم يستطيعوا أن يؤثروا في قرار عز السلطان عبد الحميد. فلما جاءوه أبلغوه بالقرار استجاب للقرار، وأنه يحترم هذا القرار ما دام أنه قرار صادر من مجلس الأمة وبرلمانها فلا إشكال. ولكن قال لهم: ما علاقة هذا اليهودي بمسألة الخلافة وعزل السلطان؟ لأنه يعني كان يدرك السلطان عبد الحميد طبيعة الخلافة ودور المؤمنين فيها، وبالتالي استغرب على كل وجود هذا اليهودي في وسط هذه المجموعة. وعموما بعد فترة، بعد أن تم عزل السلطان عبد الحميد و يعني ظهرت آثار هذا العزل، كثير ممن كانوا يتبنون عزل السلطان عبد الحميد من العسكريين ومن السياسيين ومن الشعراء وقادة الفكرة أدركوا بأنهم قد تورطوا في عزل السلطان عبد الحميد. وسنرى إن شاء الله خصوصا بعد عزل السلطان عبد الحميد كيف أن الدولة العثمانية دخلت في الحرب العالمية الأولى وانحازت إلى الطرف الخطأ يعني بالنسبة لها، ولم يكن على كل موقفها موفق، حيث انحازت إلى الطرف المهزوم عموما، وأدى في نهاية المطاف إلى خروج الدولة العثمانية من المشهد العالمي. فكان الأثر كبير جدا. لكن حاول بعض ممن ساهم في هذا الوضع من العسكريين، وكان أحدهم قائد يعني الاتحاديين العسكري اسمه أيوب صبري، من القادة الكبار في الاتحاد والترقي ومن الذين كانوا أسهموا في عزل السلطان عبد الحميد. بعد فترة قال: لقد وقعنا في شرك اليهود، هكذا يقول: لقد وقعنا في شرك اليهود عندما نفذنا رغبات اليهود عن طريق الماسونيين. طريق الماسونيين استطعنا أن ننفذ رغبات اليهود لقاء صفيحتين من الليرات الذهبية. يعني واضح أنهم عزل السلطان عبد الحميد كان خاضع لمساومة مالية من الماسونية العالمية ومن الكيان الصهيوني في ذلك الوقت، القيادة الصهيونية. فيقول: مقابل صفيحتين من الليرات الذهبية في الوقت الذي عرض فيه اليهود على السلطان عبد الحميد 30 مليون ليرة ذهبية. 30 مليون ليرة ذهبية عرضت على السلطان عبد الحميد في سبيل أن يبيع لهم أرض فلسطين، ورفض السلطان عبد الحميد هذا الموضوع. فقال، ووقتها طبعا حتى نتصور أن 30 مليون ليرة ماذا تعني؟ يعني الدولة العثمانية كلها ميزانيتها الكلية بكل ما فيها من أجهزة أمنية وعسكرية ومؤسسات مدنية كان كلها الميزانية السنوية لها 80 ألف ليرة ذهبية. يعني كان 30 مليون هذه يمكن تحل ديون الدولة وتبقي لها لسنوات طويلة جدا. ولم يفكر حقيقة بهذا المنطق المادي الذي ربما يسيطر الآن على كثير من السياسيين في واقعنا المعاصر. فعلى كل يقول: لقد تورطنا في هذا الموضوع، والسلطان عبد الحميد لم يستجب مقابل 30 مليون ليرة ذهبية لتنفيذ مطالبهم لأنه لم يقبل بذلك. ويقول كذلك برنارد لويس: لقد تعاون الإخوة الماسونيون واليهود بصورة سرية على إزالة السلطان عبد الحميد، لأنه كان معارضا قويا لليهود، إذ رفض بشدة إعطاء أي شبر من الأرض الإسلامية لليهود في فلسطين. وظل السلطان عبد الحميد بعد عزله رهين الحبس أو رهين السكن الإجباري أو الإقامة الجبرية إلى 10 من فبراير 1918. كانت تاريخ وفاته تقريبا كما ذكرت الأسبوع الماضي، كان في 10 من فبراير 1918. وسبحان الله كان توافق ما بين أمرين: وفاة السلطان عبد الحميد
وسيطرة الحملة الصليبية البريطانية على فلسطين 1917 أو 1918، وما بين أيضا انتهاء الحرب العالمية في كما سيأتينا إن شاء الله الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الأولى انتهت في نفس العام الذي توفي فيه السلطان عبد الحميد. إذا نلاحظ بأن السلطان عبد الحميد على كل خرج من السلطة قبل أن تنتهي أو قبل أن تبدأ تحديدا الحرب العالمية الأولى، لأنه 1909 تم عزله، 9 سنوات بعدها تمت وفاته. بعد السلطان عبد الحميد نستطيع أن نؤرخ بهذا التاريخ بتاريخ عزل السلطان عبد الحميد بانتهاء الخلافة عمليا. اسميا ظلت موجودة إلى 1923، ولكن عمليا كسلطان حقيقي يباشر مهام سلطان في الأمة لم يكن هنالك سلطان بعد السلطان عبد الحميد. الذين عينوا بعده سواء أخوه عبد المجيد أو غيره، هؤلاء عبارة عن يعني خلفاء صوريين تمرر من خلالهم المؤسسة العسكرية في الاتحاد والترقي كل ما تريد من مشاريع، ولكن لا سلطان لهم حقيقي على الأمة. ونحن نعرف موقع الخلافة في الأمة عموما ليس موقعا صوريا، ولكنه كان موقعا حقيقيا يعبر عن السيادة، يعبر عن السلطان، يعبر عن النفوذ للأمة ورعاية مصالحها. فمن جاء بعد السلطان عبد الحميد لا يمكن أن نؤرخ لهم بأنهم سلاطين فعلا يعبروا عن الخلافة بشكل حقيقي. هنا طبعا نلاحظ مع سقوط السلطان أو عزل السلطان عبد الحميد واستمرار الخلافة الشكلية والصورية إلى 1923 عموما انتهت الخلافة. وهنا حصلت هزة كبيرة جدا بالنسبة للأمة، لأنها لأول مرة تقريبا في تاريخها وعمرها الطويل يعني يزول سلطانها بهذا الشكل ويتلاشى، وتتراجع الأمة إلى دويلات صغيرة ويصعب عليها لفترة طويلة جدا أن تسترد. هو حقيقة مرت في فترات التاريخ الإسلامي فترات انهيار، ولكنها كان دائما يعقبها عودة سريعة ومحاولات نهضة سريعة، لأن الصورة بالنسبة للناس في المسلمين كانت واضحة. عندما يأتي إليهم حملات صليبية، حملات مغولية، لم يكن الأمة تعاني من مشكلة في الرؤية أن هؤلاء الذين اعتدوا عليها هم عدوان وهم يصدون عن سبيل الله، وأنهم كفرة يريدون أن يغيروا معالم الدين ومعالم الإسلام. فالصورة بالنسبة للمسلمين كانت واضحة، وعلمائهم ما كانوا يعانون في استنهاض هممهم. ولكن الواقع الجديد إن شاء الله كما سيأتي تشكل بشكل جعل كثير من الناس كما يقال جعل الفتنة جعلت كثير من أهل الحلم في حيرة من أمرهم، وفتنة فعلا تجعل الحليم حيران. تأسف وتحسر الكثير من الذين شاركوا في الحملة على السلطان عبد الحميد وساهموا في تقويض بنيان الدولة والخلافة، حتى أن بعضهم عبر في كتاباته ومذكراته عن أخطائه وعن تراجعه، بما فيهم شيخ الإسلام الذي أيضا أفتى بعزل السلطان، فلما رأى بعد ذلك ما آلت إليه الأمة من تراجع ومن السيادة العلمانية والقومية في الدولة العثمانية ندم ندما شديدا في أواخر عمره. ولكن من أفضل من عبر عن في لحظة سقوط الخلافة عن تحسره وأساه ورثى يعني الخلافة وفقدانها هو أمير الشعراء أحمد شوقي. يقول أحمد شوقي في قصيدة له في رثاء الخلافة قال: عادت أغاني العرس رجع نواح، ونعيت بين معالم الأفراح، كفنت في ليل الزفاف بثوبه، ودفنت عند تبلج الإصباح، شيعت من هلع بعبرة ضاحك في كل ناحية وشكرة صاح، ضجت عليك مآذن وبكت عليك ممالك ونواحي، الهند والهة ومصر حزينة. طبعا كثير من الناس لعلهم لا يعرفون ما الذي كان في الهند، هذه الهند التي الآن يسيطر فيها الهندوس بشكل كبير. هذه لفترة طويلة جدا حكمها المسلمون، وكان على رأسها أهل الإسلام، والسلطان فيها الغالب للأمة. فكان من أكثر الذين تأثروا بسقوط الخلافة وبفقدان الدولة المركزية للأمة كان أهل الهند، يعني أكثر حتى من كثير من العرب ممن تأثر بسقوط الخلافة وبتراجع الأمة في وحدتها الجامعة وبخلافتها كان أهل
الهند بما فيهم من باكستان وبنغلاديش والهند الحالية على كل التي فيها الآن ما لا يقل عن 300 مليون مسلم. تصور هذا العدد الكبير في القارة الهندية في ذلك الوقت، يكاد يشكل المسلمون في ذلك الوقت نصف تقريبا سكان الهند. فالهند والهة ومصر حزينة تبكي عليك ممالك ونواحي، والشام تسأل والعراق وفارس، أمحى من الأرض الخلافة ماحي. يعني هل بهذه البساطة المسلمون يجدون أنفسهم فجأة في العراء هل حصل محو للخلافة من الوجود؟ يا للرجال لحرة موؤودة قتلت بغير جريرة وجناح، وعلاقة قصمت عرى أسبابها، كانت أبر علائق الأرواح. طبعا حتى لو لم يكن هنالك طبعا السلطان السياسي المؤثر الذي يربط ما بين كل مفاصل الأمة، لكن كانت الخلافة إلى حد كبير فيها العلاقة الروحية علاقة كبيرة جدا وقوية، حتى لو كانت هنالك سلطنات يعني مستقلة كما كان الحال في مصر. مصر نفسها التي يعني يحصل فيها هذا الرثاء من أحمد شوقي، هي نفسها كانت في نوع من الاستقلالية، ولكنها في النهاية كانت تحت المظلة العامة، ولكن لها سلطان ونفوذ كبير في ذلك الوقت. فعلى كل بكى المسلمون سقوط الخلافة وتأثروا بها تأثرا عظيما. نأتي إن شاء الله الآن إلى فقرة مهمة جدا، وهو في الوقت الذي كان الاتحاد والترقي يتحركون بهذا الوضع في داخل الدولة ويعزلون السلطان ويأتون في الحالة العلمانية وبالفكر القومي ومحاولة الارتباط بالغرب. ننظر كيف كان الطرف الآخر، يعني الحالة الخارجية، إذا كان هذا حالة داخلية كيف كان الحالة الخارجية. هنالك طبعا مسألة مهمة جدا إن شاء الله سأفرد لها حلقة خاصة، وهو ما أسميه بمسار الإصلاح والتجديد المجتمعي. هذا لم أتي إليه حتى الآن، كيف أن هذا الواقع والتردي. ذكرت أن الإصلاح والتجديد على المستوى الرسمي سلطان عبد الحميد وما قام به، لكن سآتي إن شاء الله إلى كل ما حصل خلال هذه الفترة نفسها التي تتراجع فيها الدولة ويحصل فيها السقوط. سأتكلم إن شاء الله عن حركات المقاومة، وعن الحركات السياسية الثورية، وعن الإصلاح العقائدي والديني، وعن الإصلاح الفكري. هذه إن شاء الله سأفرد لها حلقة خاصة، ولكن دعونا الآن نتكلم في اللحظة التي تتراجع فيها الأمة وينهار فيها البنيان الإسلامي الجامع عبر الخلافة. تعالوا معي كيف كان يفكر الخارج، وكيف كانت تحديدا أوروبا تفكر في هذه اللحظة التاريخية. في هذه اللحظة التاريخية نلاحظ بأن أوروبا، وخاصة زعامة أوروبا في ذلك الوقت وهي بريطانيا، باعتبار أنها كانت إمبراطورية ضخمة جدا التي كان يقال عنها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. هذه الإمبراطورية الضخمة ومعها فرنسا بطبيعة الحال كانت تتمدد على أطراف الدولة الإسلامية، وتحاول أن تأخذ من أطرافها وتضعف الدولة من الداخل، ولكن في نفس الوقت هي تقوض أركان الدولة الإسلامية من الخارج. فمثلا نلاحظ فرنسا تحاول أن تتمدد في المشرق، في المغرب العربي، في المغرب، في الجزائر، في تونس، في موريتانيا، في ليبيا، تتمدد إيطاليا، وبريطانيا كذلك تدخل على مصر وتحاول أن تخرجها من الوضع، وتأتي معها أيضا لتأخذ السودان. فعلى كل في ذلك الوقت الذي ضعفت فيه الدولة كانت بريطانيا وفرنسا تسعى للسيطرة على أكبر قدر. وهنا ننبه بأن الطموح على مستوى الطموح السياسي في تحقيق أكبر قدر من السيطرة على الأراضي الآخرين، والطموح في الموارد، لأن النهضة الأوروبية نحن ندرك بأنها قامت بشكل كبير على موارد الشعوب الأخرى، الشعوب الضعيفة التي موجودة الآن سواء كان في أفريقيا أو في آسيا. هذه الشعوب غزيت في ديارها وقتل الكثير منها، وتم تقويض أنظمتها السياسية، وأخذت مواردها ونهبت وبنيت بها عموما الآن الحضارة الغربية التي نسمع عنها الآن. ولكن في هذا الوقت الذي حصل فيه عزل للسلطان عبد الحميد كانت بدايات الاستعداد لمسألة الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى 1914. هنالك مسألة مهمة جدا، وهو في الفترة ما بين 1914 و 1922 هذه من أعظم الفترات التي تشكل فيها واقعنا المعاصر. فمن أراد مثلا أن يتعرف على أنه كيف تشكل هذا الواقع المعاصر وكيف يمكن أن نقرأ ما نحن فيه اليوم، لأن كثير من الناس نتيجة 100 سنة لا يدرك طبيعة ما نحن فيه،
وبالتالي يتصور بأن والله يا أخي هذه الأمور، هذه الدول التي نشأت وهذه الأنظمة الموجودة الآن وهذا الواقع المتشظي صرنا نتقبله وكأنه هذا هو الواقع الطبيعي، بينما نحن لو رجعنا إلى 100 سنة للوراء سندرك كيف تشكل هذا الواقع. وبالتالي هذا التشكل الذي نحن فيه اليوم جذوره في التاريخ، جذوره في التاريخ. ومن أعظم حقيقة من كتب في هذا الموضوع أحد المفكرين والكتاب الأمريكان، كتب كتابا سماه سلام ما بعده سلام، ولادة الشرق الأوسط. هذا الكتاب على كل لديفيد تقريبا من الكتاب الأمريكان، كتب هذا الكتاب وتحدث فيه عن كيف تشكل من 1914 إلى 1922. هذه الفترة مهم جدا لمن أراد أن يتعرف على واقعنا المعاصر وكيف تشكل، حتى كيف تشكلت ثقافتنا، كيف تتشكل هويتنا، كيف تتشكل مشاعرنا، كيف تتشكل رؤيتنا لأنفسنا، كيف تشكلت نظمنا السياسية. هل دولنا نبعت بشكل طبيعي بحيث نقول والله هذه هي فعلا الدول القطرية الحالية نشأت بشكل طبيعي وتطورت بشكل طبيعي والولادة نفسها كانت ولادة طبيعية، أم أن هذا الواقع هو الواقع الذي شكله المحتل ولا زال يتحكم المحتل في مفاصله؟ هذه قضية مهمة جدا، وخصوصا ونحن نثير تساؤلات النهضة ونتحدث عن النهضة، إشكالية كبيرة جدا، لأنه أحيانا بعض الناس الذين لا يحاولوا أن يتعرفوا على هذه الذاكرة التاريخية وهذا الواقع الذي تشكل بتلك الطريقة، بعض الناس لا يريد أن يقرأه بشكل صحيح، وبالتالي يحاول أن يجلد الشعوب هذه وما يسمونه الآن بجلد الذات، وكأنه والله هذا الفشل المتراكم وهذا كله يحاول أن يغيب فكرة النفوذ الأجنبي، يغيب فكرة الاحتلال الخارجي، يغيب فكرة السيطرة وأدوات السيطرة والضبط التي تتحكم حتى هذه اللحظة في أممنا وشعوبنا، وكأنه والله هذه الأمة ليست قادرة على الإبداع، ليست قادرة على الإنتاج، ليست قادرة على الصناعة، ليست قادرة على التجديد بمحض إرادتها. يعني ليست هنالك أدوات ضبط وسيطرة مفروضة على الأمة. وبالتالي هنا يمكن أن تتجه الأنظار الآن إلى شيء آخر. إذا كانت الأمة تحت الاحتلال وتحت النفوذ الأجنبي وتحت السيطرة الخارجية، فإن الفكرة لا تتجه إلى النهضة ولكنها تتجه إلى التحرير. هذه الجزئية على وجه التحديد معادلة الحرية والتحرير، هذه معادلة لا يمكن أن تطرح إلا في ظل معرفة كيف تشكل هذا الواقع. سنة 1914 وبتاريخ 28/7/1914 بدأت الحرب العالمية الأولى. بدأت كحرب أوروبية ولم تكن حرب عالمية، يعني هي بدأت داخل أوروبا. كانت هنالك بريطانيا وفرنسا، وكانت معهم أيضا روسيا من جانب، محور معين اللي هو يسمى التحالف، ومحور آخر كانت تقوده ألمانيا ومعها أيضا عدد من الدول، ألمانيا، إيطاليا، النمسا، بلغاريا. عدد من هذه الدول شكلت ما يعرف بالمحور، دول المحور ودول الحلفاء. وكانت وقتها الحرب شرسة جدا ما بين الألمان والفرنسيين والإنجليز، وكانت أوروبية بحتة، لم تكن حرب عالمية. ولكننا سنلاحظ بأن توسعت من خلال يعني الأطماع الخارجية ومحاولة فرض النفوذ الخارجي حتى تستطيع أن تأتي بالموارد لتستمر في الحرب. على كل هذه الحرب اللي بدأت 1914 يعني وانحاز فيها كل طرف إلى يعني كل دولة من الدول انحازت إلى المحور الذي تختاره. نلاحظ أن في هذه الحرب هنا الآن لا يعنيني تفاصيل الحرب، لكن يهمني مسألة، تعنيني فيه مسألة مهمة، وهو انحياز الدولة العثمانية في ظل العسكر الذين تسلموا الحكم من السلطان عبد الحميد، انحازوا إلى المحور الذي تقوده ألمانيا. انحازوا إلى المحور الذي تقوده ألمانيا، وبالتالي سنلاحظ كيف تأثرت الدولة العثمانية بهذا الانحياز. نخرج إن شاء الله فاصل ونعود بعد قليل، فكونوا معنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى فيما كنا نتحدث فيه في قضية تداعيات الحرب العالمية الأولى، لأن هذه المسألة مهمة جدا في التعرف على كيف تشكل هذا الواقع الذي نعيش فيه. ذكرت بأن عند بداية الحرب العالمية وتشكل محورين، محور بقيادة ألمانيا وهو المحور، دول المحور أو المركز، ودول التحالف بقيادة بريطانيا وفرنسا وروسيا. بعد فترة طبعا دخلت الولايات المتحدة في 1916، دخلت لصالح الحلفاء، ومن هنا بدأ الآن الواقع الدولي طبعا بطبيعة الحال يتشكل وتنشأ بناء على ذلك كثير من الأنظمة التي نحن فيها الآن، عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، هي كلها في نهاية المطاف عبارة عن تجارب سياسية نتجت نتيجة حروب طويلة المدى. المنتصر فيها بدأ يشكل واقعنا الحالي، والمهزوم فيها حتى هذه اللحظة غير مسموح له بأن يمارس أي دور سيادي أو أي دور له علاقة بالنفوذ الدولي أو الحضور الدولي، بل يمنع ربما لكثير من القوى التي كانت مهزومة في ذلك الوقت، ومنها بطبيعة الحال أمة الإسلام المتمثلة في ذلك الوقت بالدولة العثمانية. العسكر في ظل السلطان بعد سيطرتهم على الدولة وعزل السلطان عبد الحميد دخلوا على كل في الحرب لصالح ألمانيا، وهزموا بطبيعة الحال لأن الحرب كانت شرسة جدا. وبعد أن دخلت الولايات المتحدة تحديدا على الخط، وألمانيا شعرت بأن دخول الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، مع أن أمريكا وقتها كانت متبعة سياسة أنه والله لا تدخل في أي نزاعات أوروبية وتبتعد بنفسها، ولكنها لاحظت في محطة من المحطات بأن ألمانيا احتمال كبير ستؤثر على المشهد الأوروبي، وهي ليست راغبة في هذا التمدد، فدخلت على كل أمريكا على الخط. وهنا على كل بدأت المجموعة بتاعت المحور توقع اتفاقيات وتحاول أن تنهي الحرب، وكانت تقريبا نهايات الحرب في 1911-1918، يعني استمرت 4 سنوات الحرب العالمية، طحن فيها العالم بشكل كبير، وخاصة في أوروبا، حيث جهز الجيوش التي جهزت كانت تصل إلى 90 مليون مقاتل في العالم. الذين قتلوا في هذه الحرب 9 ملايين من الجيوش، وأما الشعوب هذه طبعا فكثير منها للأسف الشديد خاصة في منطقتنا فقد راح ضحية هذه الحروب الكثير من البشر. فعلى كل يهمنا هنا أن الدولة العثمانية انحازت إلى محور الألمان وانهزم هذا المحور، وبالتالي هذه القوى المهزومة صارت خاضعة لشروط المنتصر، وهنا طبعا كانت الهجمة أوسع على الدولة العثمانية ومواردها وإمكاناتها وولاياتها، وخاصة البريطانيين والفرنسيين كانوا أكثر الناس هجوما على ولايات المنطقة، الولايات العثمانية، خصوصا في المنطقة العربية. ففرنسا مثلا في وقت مبكر جدا دخلت في اتجاه المغرب العربي، ولكن كان الزحام بينها وبين بريطانيا في المشرق العربي، كانت تزاحم فرنسا في هذه المنطقة، والمزاحمة والمنافسة كانت تبدأ من مصر والشام والجزيرة العربية والعراق. هذه المنطقة كانت منطقة نزاع، وكانت معهم روسيا بطبيعة الحال، لكن روسيا بعد ذلك تحولت على كل بعد أن حصلت فيها الثورة في 1917، حصل فيها نوع من الانسحاب من المشهد هذا من هذا التحالف، ولكن ظلوا أيضا يعطونها مساحة وهامش في الحسابات الدولية. هنا نلاحظ بأن البريطانيين تحديدا من 1914 إلى 1922 إلى اللحظة التي سيعلن فيها سقوط الخلافة بشكل نهائي، وهزمت فيها تركيا أو هزمت فيها الدولة العثمانية وتراجعت بشكل كبير من الناحية الدولية، استطاعت هنا بريطانيا أن تقسم الأمة في مكونيها الأساسيين، المكون التركي والمكون العربي. فاستطاعت مثلا أن تحيد المكون العربي بقيادة الشريف حسين، وانحاز لصالح بريطانيا، ودخل ضد الدولة العثمانية في حرب. طبعا في الحرب هذه الحرب العالمية للأسف الشديد المجموعة
المحسوبة على الشريف حسين، حتى لا نظلم العرب جميعا، لأن هنالك من العرب من كان في هذه اللحظة التي انحاز فيها الشريف حسين إلى البريطانيين، كان هنالك أعداد كبيرة جدا من العرب يخوضون معاركهم على أطراف إسطنبول، وفي معركة الدردنيل، وفي مواجهة إيطاليا في طرابلس الغرب، ومواجهتها في تونس، مواجهتها في الجزائر، مواجهة فرنسا في يعني ظلوا على كل هذه الحملة الشرسة من الأمم الغربية تواجه بالشعوب، وإن شاء الله هذه سآتي إليها. لكن هنا يهمنا بأن حصل الانقسام، وظلت هنالك مجموعة موعودة من البريطانيين بقيام دولة عربية موحدة واستعادة الخلافة من الترك إلى العرب. وتحت هذه الأكذوب وهذا الوعد الكاذب طبعا قاتل الشريف حسين، وللأسف الشديد أيضا قاتلت معه في تلك الفترة في ديار الشام. يعني الدولة العثمانية واجهت الجيش المصري، التجريدة المعروفة التجريدة المصرية، وواجهت الشريف حسين ومجموعاته، مما أدى إلى أن منطقة الشام يتم السيطرة عليها فرنسيا وبريطانيا تحت هذه المظلة التي كانت تسمى بمظلة الشريف حسين. وللأسف الشديد طبعا هذا أدى في نهاية المطاف إلى أن يفقد العرب ما لهم من هيبة، وتفقد أيضا الدولة العثمانية والترك كذلك. وهنا لاحظوا أن البعد القومي الذي أسقط الخلافة في المركز هنا، اللي هو الطورانية التركية أو القومية التركية، والقومية العربية التي تحالفت مع بريطانيا أيضا في محاولة لاسترجاع مجد، بدل أن يكون هذا المجد يسترجع بوسائل مشروعة، إذا بهم يتم هذا المجد استرجاعه بالتحالف مع بريطانيا. فعلى كل أدى هذا الموضوع إلى هذه التحالفات الخطيرة جدا. تم أيضا خلال هذه الفترة تقاسم الولايات العربية العثمانية بالاتفاق بين بريطانيا وفرنسا وروسيا تحت ما عرف باتفاقية ساكس بيكو. إن الآن في نفس هذه الفترة تم تقريبا تقسيم العالم العربي، وتقاسمه هؤلاء المنتصرون، تقاسموا هؤلاء، يعني روسيا أخذت حقها، بريطانيا أخذت حقها، فرنسا أخذت حقها، فتقاسموا على كل تحت ما يعرف إلى يومنا هذا المنطقة العربية طبعا مقسمة باتفاقية ساكس بيكو. هذه الاتفاقية أعطت تقريبا لكل دولة حدود معينة ضمن نطاقات معينة، تدخل فيها أحيانا عوامل طائفية، تدخل فيها عوامل قومية، على كل وزعت المنطقة. وهنا دخلت الدولة العثمانية بعد ذلك أيضا، دخلت طبعا الدولة العثمانية على مستوى المركز، دخلت في حرب تحرير. يعني بعد أن توقفت ألمانيا عن الحرب ومعها محورها، طبعا هنا بدأت الآن الدول الثلاثة تدخل في حرب شاملة مع من تبقى من بقايا الدولة العثمانية. وهنا العسكر دخلوا في حرب تحرير، واستطاعوا على كل أن يستبقوا هذه الدولة التركية الحالية بحدودها الراهنة. تقريبا نتج ذلك نتيجة حرب تحرير، لأن الدولة العثمانية سقطت بشكل كامل، وتم السيطرة على اسطنبول، وتم السيطرة على مناطق الأناضول، ولكن خاض الأتراك حرب تحرير شاملة، واستطاعوا أن يستردوا جزءا من هذه الأرض. وبقيت على كل هذه الدولة القطرية الحالية المسمى الآن بتركيا هي عبارة عن ما استطاع أن يسترده الأتراك بعد حرب خاضوها مع البريطانيين ومع الفرنسيين ومع الروس. انتهى الأمر عموما بحدود تركيا الحالية وبناء دولة علمانية قومية رافضة للشريعة، ومتخندقة في الخندق القومي والوطني، ورافضة للهوية الإسلامية، ورافضة كذلك للذاكرة التاريخية للأمة، وتسعى إلى تشكيل ذاكرة جديدة على أساس قومي ووطني، وهو الأساس القومي التركي أو القومية الطورانية، التي تقابلها في الطرف الآخر بالقومية العربية. بتاريخ 2/11/1917 حصل أمر أيضا لم يتوقعه العرب، وخاصة الشريف حسين الذي كان موعودا وعدا كاذبا كما ذكرت. لم يكن يتصوروا بأن والله بريطانيا ستتخلى عنهم. فعلا تخلت عن فكرة الدولة العربية الواحدة، بل أبعد من ذلك، حاولت أن ليس فقط تنقض عهودها في ما تواثقت معهم فيه في أن تعطيهم دولة واحدة. يعني كانت دولة مفترض تكون فيها الشام وفيها العراق والجزيرة العربية، هذه كلها كان موعود بها الشريف حسين أن يكون ملكا على العرب في هذه المنطقة. طبعا هذه الوهم وهذه الوعود الكاذبة بريطانيا تخلت عنها، وتقاسمت مع فرنسا المنطقة، ولم تعطي الشريف حسين إلا منطقة محدودة جدا، وهي عينوا في يعني جزء من أبنائه في العراق، وأنشأوا له الدولة الأردنية المعروفة.
غدرت في هذه الفترة بتاريخ 2/12/1917 غدرت بريطانيا بالعرب وأعطت وعدا لقادة الصهاينة بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين. هذه كانت أيضا صفعة كبيرة جدا للقوميين العرب الذين تحالفوا مع بريطانيا، فبدلا أن تقوم لهم دولة إذا بهم يعطون أو يضعون لهم عدوا شرسا في قلب الأمة. إلى يومنا هذا تدفع الأمة العربية والإسلامية ثمن هذا الخطأ التاريخي نتيجة الوعد الذي أعطته بريطانيا للكيان الصهيوني بوعد الذي سمي بوعد بلفور، وهذا الوعد على أساسه بنيت طبعا دولة الكيان الصهيوني الحالي. وفي الفترة من 1914 إلى 1922 كان الأوروبيون والأمريكيون وحدهم، باعتبار أنه انتصروا أوروبا وأمريكا هم الذين انتصروا في الحرب العالمية الأولى. وهنا كما ذكرت خرجت بعض الشيء روسيا بعد ثورتها 1917 طلعت من الخط، وبدأ الآن الغرب لوحده بقيادة الآن الولايات المتحدة وأوروبا يرتبون المشهد ويجلسون على الطاولة ليقسموا كعكة ما حصلوا عليه من بلاد وأرض وموارد وشعوب الدولة العثمانية. جلسوا على الطاولة ليتخذوا القرارات المصيرية في الشرق الأوسط. وهنا يقول طبعا الأمريكي ديفيد فرومكين في كتابه سلام ما بعده سلام الذي ذكرته في بداية الحديث، يقول ما يلي. اسمعوا هذا الكلام المهم جدا لنعرف كيف تشكل واقعنا السياسي. يقول لقد كان عصرا، أي هذه الفترة من 1914 إلى 1922، هذه الفترة تحديدا مهم جدا للأجيال أن تقرأ هذه الفترة لتدرك كيف تشكل هذا الواقع الذي نحن فيه. قال لقد كان عصرا اصطنعت فيه بلدان الشرق الأوسط وحدوده في أوروبا، فالعراق وما نسميه الآن الأردن على سبيل المثال هما اختراعان بريطانيان. يقول والخطوط رسمت على خارطة بيضاء من قبل سياسيين بريطانيين بعد الحرب العالمية الأولى، بينما أنشئت حدود العربية السعودية والكويت والعراق من قبل موظف مدني بريطاني 1922. ويقول ورسمت فرنسا الحدود بين المسلمين والمسيحيين في سوريا ولبنان، ورسمت روسيا الحدود بين المسلمين والمسيحيين في أرمينيا وأذربيجان السوفيتية. بل ويقول أخطر من ذلك، يقول هذا الرجل يعني يريد أن يقول بأن هذا الواقع الذي نراه الآن تشكل نتيجة الهزيمة التي حصلت الدولة العثمانية، وجلس هؤلاء المنتصرون ليقسموا هذا الواقع إلى دويلات ويجعلوا لكل شعب من هذه الشعوب دولة معينة، ويتم بعد ذلك تكليف من يرونه بحكم هذه البلاد لفترة، لأنهم حكموا هذه المنطقة وخضعت المنطقة عموما للاحتلال. ولكن هنا معلومة مهمة جدا قد تكون لها عموما علاقة بما نحن فيه الآن من قضايا التطبيع والتسارع نحو اليهود. يقول هذا الرجل، يقول والسنوات 1914 و1922 هو زمن اعتقد فيه الأوروبيون، لاحظوا يقول زمن اعتقد فيه الأوروبيون أن القوميتين العربية واليهودية هما حليفتان طبيعيتان. يعني هذا الأمريكي يقول في هذه الفترة التاريخية، ونحن طبعا من خلال قراءتنا وتتبعنا للفكر القومي نلاحظ بأن اللحظة التي كانت تتشكل فيها الكتلة الصهيونية عالميا لتبحث عن وطن قومي لليهود بعد فكرة القومية في أوروبا، بدأ اليهود أيضا يبحثون عن وطن قومي. يعني كل القوميات في أوروبا صار لها أوطان، الألمان لهم وطن، البريطانيين والإنجليز لهم وطن، الفرنسيس لهم وطن، كل قومية نشأت على حالة دينية طائفية وعلى أساس قومي نشأت الدولة المعاصرة في أوروبا. طيب ما الذي يمنع اليهود أن يبحثوا عن وطن قومي؟ ففي هذا الوقت تحديدا نشأت فكرة الحالة القومية اليهودية تحت رعاية الكيان الصهيوني أو ما يعرف بالصهيونية. وهنا طبعا مع الحالة القومية الصهيونية اليهودية كانت ترعى كذلك تحت مجموعات أيضا نصرانية من المنطقة العربية، وعرف طبعا معروف التاريخ القومي العربي مرتبط بشكل كبير بالأقليات غير المسلمة، فهؤلاء أيضا تم إنشاؤهم في أوروبا وتم صياغتهم، فنشأت على كل القومية العربية والقومية الصهيونية في أحضان الحملة الصليبية التي اجتاحت هذه المنطقة. وبالتالي هنا لما يقول ديفيد لما يقول اعتقدت أوروبا بأن والله القوميتين العربية واليهودية هما حليفتان طبيعيتان،
هذه المسألة لا بد أن ندرك في هذه اللحظة التاريخية هنالك قضايا تشكلت وقوميات تحالفت ونظم سياسية نشأت في تلك اللحظة ومستمرة معنا بطبيعة الحال إلى اليوم. ولكن السؤال الأهم هو: هل توقف التحالف القومي بين الطرفين في تلك الفترة فقط، أم ظل مستمرا حتى هذا الوقت الذي يعلن فيه التطبيع وتترافع فيه وتتدافع فيه بعض الدول العربية نحو الكيان الصهيوني إلى يومنا هذا؟ هذه مسألة مهمة جدا. يعني التاريخ يسعفنا كما ذكرت بأن والله هذا الواقع الذي نراه أمامنا الآن وهذا التسارع وهذا التشابك ليس وليد لحظة، ولكن ستلاحظ بأنه يعني لو عدنا إلى المذكرات البريطانية وعدنا كذلك إلى تلك الفترة ستتكشف لنا الكثير من الخيوط التي نراها الآن موجودة. هكذا يمكن القول بأنه قد تشكل الواقع السياسي القطري في المنطقة العربية. ولا ننسى أن مصر والمغرب العربي في تلك الفترة أيضا قد خرج من المعادلة، ولكن إن شاء الله سنأتي في هذه المسألة بالذات، لأن هنالك حركات المقاومة سواء في مصر التي نشأت فيها ثورة 1919، هنالك أيضا الثورة الليبية بقيادة عمر المختار، هنالك الثورة في الجزائر التي استمرت لأكثر من 100 عام تجاهد الفرنسيين، وهنالك أيضا ثورات المغرب العربي دولة المغرب. على كل المنطقة هذه حتى لا نتصور بأن والله كانت الأمور طبيعية، لا، لم تكن الأمور طبيعية، بل كان هنالك حراك ضخم جدا والأمة فرض عليها هذا الواقع فرضا. وبالتالي كل الذين يحاولوا الآن أن يغيروا هذا الواقع ويخرجوا عليه مباشرة فإن قوالب الاتهام جاهزة، قوالب أنك أنت والله إما أن تكون جزء من هذا السيستم الذي رتب في تلك الفترة ووضعت أسسه العالمية ووضعت تقنيناته ووضعت أدوات السيطرة العالمية عليه، كما وضعت كذلك أدوات الضبط والسيطرة المحلية. فهنالك الكثير من النظم السياسية التي هي الآن تتربع على كثير من بلدان العربية والإسلامية. سنلاحظ بأن الجذور فيها ليست جذور والله نتجت نتيجة تطور سياسي طبيعي، أن الشعوب تختار أنظمتها وتختار حكامها وتختار نوع الحكم الذي يكون فيها، ولكن نلاحظ بأن هذه كلها كانت ترتيبات تقريبا نتيجة الحملة الصليبية التي سيطرت على المنطقة وتقاسمت موارد المنطقة وسيطرت على شعوب هذه المنطقة التي كانت في حقيقة الأمر شعوب مقهورة، ولكنها فرض عليها هذا الوضع وهذا النظام الذي نراه. بهذه اللحظة التاريخية يمكن القول بأن العالم العربي والإسلامي بذلك في هذه الفترة دخل تحت الوصاية والاحتلال. عالمنا العربي والإسلامي كله دخل تحت الوصاية الغربية لفترة طويلة. هذه الفترة ستلاحظ بأنها ستستمر معنا. يعني صحيح الترتيبات تمت إلى 1922، ويمكن كان مؤتمر القاهرة اللي هو كان بقيادة وينستون تشرشل اللي هو كان وقتها يقوم على المستعمرات البريطانية في المنطقة، أقام مؤتمر جامع للمستعمرات والقائمين عليها في القاهرة. هذا المؤتمر اللي هو يعني كان انعقاده في 1921 وضعت فيه الأسس التي تحكمنا حتى هذه اللحظة والأساليب التي تتبع، لأنه في تلك اللحظة واجهت البريطانيين حركات مقاومة ثورية في كل المناطق، في الشام وفي الجزيرة العربية وفي العراق وفي المغرب العربي، واجهتهم كثير من المقاومة، فاضطروا إلى عقد مؤتمر القاهرة في 1921. هذا المؤتمر الذي لم نجد حتى هذه اللحظة للأسف الشديد وثائقه الدقيقة وما تم الاتفاق عليه، ولكننا ندرك أن آثار هذا المؤتمر هو الذي شكل المنطقة العربية ووضعت فيه تقريبا الترتيبات. وهذا المؤتمر مفصلي جدا، وإن شاء الله يوما ما بطبيعة الحال ستكشف الأوراق وسيتم الحديث عن هذا المؤتمر وخفاياه. ولكن ما يعنينا أن هذا المؤتمر أيضا كان محطة فاصلة في تاريخ التحول الذي نحن فيه وفي تشكيل ورسم معالم هذه المنطقة. لكن من هذا التاريخ من 1921 و22 تقريبا دخلت المنطقة كلها تحت الوصاية البريطانية والوصاية الفرنسية، وتوزعت بعد ذلك بقية كذلك دول أوروبا. يعني بعضهم مثلا مثل إيطاليا دخل على منطقة ليبيا ودخل على الصومال ودخل على إريتريا. هذه كلها بسبب أن هذا الانهيار الكلي للدولة المركزية في الأمة أدى إلى أن
هؤلاء الأعداء يدخلون إلى هذه المنطقة ويشكلونها بالشكل الذي يريدون. وهنا طبعا ستظهر معنا إن شاء الله كما ذكرت تيارات الإصلاح والتجديد. دعونا الآن نقف ماذا حصل بعد هذا الوضع، يعني بعد ما خلاص تمت السيطرة وانهارت دولة الأمة المركزية وحصل الاحتلال الغربي للمنطقة وتقسمت بناء على سايكس بيكو المنطقة العربية وتم تجزيئها بالشكل الذي تعيشه حتى يومنا هذا. ماذا حدث على المستوى الكلي؟ يعني ما هي القضايا التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يتعلق ببرنامجنا، برنامج معا ننهض؟ ما هي القضايا التي حصلت حتى نستطيع فعلا أن نقف عليها كآثار؟ ليس أمرا هينا أن تنهار دولة ذات طابع حضاري لها ديانة ضاربة في الجذور، حكمت لفترة طويلة جدا 1300 إلى 1400 سنة، جزء كبير من قارات العالم، إفريقيا، آسيا، جزء كبير من أوروبا، أن تنهار ولها هوية معينة، لها صبغة دينية معينة، لها كتاب، لها انتماء، لها جذور. هذه ليست بالقضية البسيطة ثم يفرض عليها واقع تماما مغاير لهذا الواقع الذي عاشت عليه، ليس بالأمر السهل. وبالتالي نأتي إن شاء الله للحديث عن الآثار والنتائج التي حصلت بعد سقوط الدولة وهي الخلافة وسيطرة العدوان الصليبي على المنطقة العربية. هنا طبعا أنبه إلى أن المعطيات الآتية، حصلت جملة من المعطيات تمثلت فيما يلي. أولا، فرضت على المنطقة العلمانية باعتبارها نظاما يرتب الحياة، فقضية أنه والله يكون في نظام اسمه الإسلام، يعني عقيدة اسمها الإسلام شاملة جامعة تحدد الرؤى، التصورات، الأفكار، الأطروحات، الفلسفات، هذه مرفوضة. هنالك نظام نشأ في أوروبا أو عقيدة جديدة نشأت في أوروبا اسمها العلمانية، تضع للناس تصوراتهم وعقائدهم وتشريعاتهم ورؤيتهم للكون ورؤيتهم للإنسان، رؤيتهم لوضعية الإنسان ومركزيته على هذه الأرض. بل يمكن أن نقول بأن العلمانية في مستواها البعيد تشكل حتى وجدان الإنسان، تشكل فنه، تشكل وجدانه، تشكل مشاعره، تشكل أحاسيسه. ففرضت العلمانية فرضا على المنطقة حتى يعني تنحى، لأنه لحظة سقوط الخلافة فرض على مجموعة العسكر في تركيا تحديدا أنه والله يجنبون الدولة المسلمة أمرين: الحاكمية الشريعة ووحدة الأمة، هذه يجب أن تكون بعيدة من الأطروحات. وبالتالي فرضت العلمانية وفرض كذلك الفكر القومي، وتم تنحية الشريعة عن الحياة والسلطان وإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة. الأمر الثاني، حصل كذلك تفكيك دولة الخلافة وحل محلها الدويلات القطرية. خلاص لم تعد بعد هذا التاريخ دولة اسمها الخلافة الإسلامية التي يجتمع تحتها المسلمون وفقا لاتفاقية سايكس بيكو، وتشكلت الهويات القطرية والوطنية محل الهوية الإسلامية الجامعة. أيضا حصل تغيير لمناهج التربية والتعليم، يعني لا يمكن أن تترك أنت والله كانت في أنماط تربوية معينة، نمط تعليمي معين قائم على كتاب معين، قائم على رؤية معينة للإنسان والكون والحياة، فهنا حلت محلها أيضا مناهج تربوية معينة، توضع هذه المناهج بصورة معينة. وإلى يومنا هذا للأسف الشديد يصر الغرب على أنه يتدخل في خصوصيات مناهجنا. يعني لا يمكن أن يترك دولة إسلامية أنه والله تستطيع أن تربي بمنهج معين تختاره، لا، إذا أردت أن تندمج ضمن المنظومة الدولية الحالية لابد أن تنداح وفي دواخل مؤسساتك التعليمية الفكرة التي يتبناها هذا النظام العالمي، وأنت مهزوم إلا الاستسلام والاستجابة لشروط الغالب. وكما يقال المغلوب دوما أو أبدا، كما يقول العلامة ابن خلدون، المغلوب أبدا مولع بتقليد الغالب. حصلت تغيير المناهج، والسائرة هذه المسألة إلى يومنا هذا في محاولة لعولمة العلمانية، بحيث والله كل العالم يتقبل فكرة العلمانية ويزيح عن نفسه قضية أنه والله أن يكون هنالك كتاب حاكم للأمة المسلمة تأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهي. رابعا، أيضا حصل السيطرة على الموارد الطبيعية والاستفادة منها عن طريق العملاء والأنظمة التي أحلوها بعد سقوط الخلافة. خامسا، إقامة نظام اقتصادي مرتبط بالنظام العالمي المسيطر والذي تقوم عليه قوى الاحتلال القديم. سادسا وأخيرا، الربط الكامل سياسيا ودوليا بالنظام العالمي الذي أقامه المنتصرون في الحرب العالمية الأولى والثانية من خلال الأمم المتحدة وأجهزتها، وتحقيق الضبط والسيطرة من خلال ذلك في ظل غياب تام للأمة المسلمة. هذا باختصار شديد ما تشكل بعد سقوط الخلافة من آثار
خطيرة جدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا ونفسيا، وتعيش أمة الإسلام منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا في غيبة عن النظام العالمي، وتعيش في حالة من خفة الوزن وفقدان الاتجاه والبوصلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا إن شاء الله مواصلة في موضوعات لاحقة. والسلام عليكم ورحمة الله.